بوظت الدايت النهارده وعايزه اظبط في الدايت بكره ومعكش تاني واوقف الكريفنج الرهيب للسكر اللي بيحصل لي بعد ما ببوظ الدايت. اول حاجه، لو انت ملتزمه بصيام متقطع وبتنزلي من البيت اليوم ده ما تعمليش الصيام المتقطع. قومي الصبح افطري بيض بزبده بكميه محترمه كده علشان خاطر يشبعك ويقفل بقك طول اليوم. لو انت حاسه ان انت وانت بره ممكن تاكلي حاجه مسكره عشان لسه في دماغك الاكل مسكر، ممكن تصعبي وصولك للفلوس. ممكن تخلي الفلوس مثلا في البنك او كده وتخلي معاكي فلوس على قد استخدامك الشخصي بحيث انك ما تضعفيش على طول في تاني يوم. حاولي في تاني يوم ده برضو ما تاكليش فاكهه مسكره قوي، يعني ما تاكليش موز، ما تاكليش بلح مثلا. ليه؟ علشان خاطر الفاكهه المسكره قوي دي انت لسه فيكي كريفنج اصلا السكر، فالفاكهه المسكره دي هتزوده. حاولي كمان تشربي في تاني يوم ده قرفه علشان خاطر القرفه بتظبط مستوى سكر الدم، فده هيقلل عندك الكريفنج جدا. اخر حاجه مهمه جدا، مش لازم تحسي بالذنب ومش لازم تتمرني تمارين كتير عشان تعاقبي نفسك على اليوم اللي فات، ولا تقللي اكلك بشكل مفرط، ولا